عمرك فكرت ليه المصريين القدماء كانوا بيحبوا التكرار لدرجة الهوس؟ وليه ملك واحد زي توت عنخ آمون يدفن معاه جيش كامل مكون من 413 تمثال وشبت صغير؟ والحسبة دي مش عشوائية، دول 365 تمثال بعدد أيام السنة، وفوقيهم 36 تمثال رئيس صف لكل مجموعة، و12 تمثال مشرف لكل شهر. العلم التقليدي بيفترض ان دي مجرد تمائم حجرية علشان تخدم الملك في العالم الاخر، بس الكلام ده سطحي جدا، وده للي يعرف عقلية الكهنة المصريين. لان احنا النهاردة مش بنتكلم عن مجرد طين محروق وخلاص، لكن احنا قدام لغز تكنولوجي، والفرضية بتقول انه محبوس جوه الحجر ومستني كود معين علشان يصحى تاني من نومه. بص للدقة المرعبة اللي معمولة بيها التماثيل دي، آلاف القطع نسخ طبق الأصل، وكأنها طالعة من خط إنتاج آلي مش من ورشة نحت يدوية بآلات بدائية. تاريخيا المصري القديم كان بيسمي التماثيل دي المجيبين، وده من الفعل المصري القديم وشب بمعنى يجيب. وفي نصوص كتاب الخروج للنهار المعروف إعلاميا بكتاب الموتى، وتحديدا في التعويذة رقم 6، فبنلاقي نص بيعتبره علماء المصريات مجرد صلاة تقليدية، بس لو قريته بعين مهندس فهتشوف كود تشغيل، لأن النص بيقول للتمثال: يا أوشبتي، لو نوديت لعمل أي شغلانة في العالم الآخر فاحسب نفسك مكاني وقل ها أنا ذا.